بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل. يلا نبدأ. لو انت لسه اول مرة تشوفني او صادف وفوتت الحلقة اللي فاتت فانصحك تروح تشوفها الاول وترجع، لان في جزء كبير من القصة فاتك. اما بقى لو انت شفتها فخليك قاعد انت تمام عادي. والنهارده جايين بقى علشان نكمل بقية الحكاية. ما اكيد انا مش هسيبك في نص الطريق كده واخلع. المهم، حد فاكر احنا وقفنا فين اخر مرة؟ فعلا احنا وقفنا عند مجاعة البطاطس او مجاعة ايرلندا الكبرى. فخلينا ما نضيعش وقت بقى ونكمل. في الحلقة اللي فاتت قلنا إن في أحداث كتير اتغيرت بعد ما حصلت مجاعة أيرلندا الكبرى، بس ما سألتش نفسك ليه؟ اشمعنى المجاعة دي بالذات في حين إن كان في مجاعة قبلها؟ ده غير طبعًا الجرايم اللي بتتم في حق الشعب الأيرلندي. طيب ده سؤال حلو، وتعالى نفهم إيه الأسباب اللي أدت لحدوث المجاعة دي من الأساس. في سنة 1845 وصلت أيرلندا لوضع ميؤوس منه، الاستقطاعات في الأراضي وصلت لحالة مرعبة، وبقى الناس اللي بتمتلك الأراضي دي بتنحصر في مجموعة من المستوطنين الإنجليز اللي بقوا أجروا الأرض دي لعمال وفلاحين أيرلنديين علشان يزرعوا أو يشتغلوا فيها. يا على البجاحة، يعني بياخدوا الأرض غصب وبيشغلوا أصحاب الأرض فيها لحسابهم، تخيل. المهم يا سيدي بقى إن بسبب التضييق ده كان الفلاحين في أيرلندا اللي لسه عندهم أرض يعني إنتاجهم مش بيكفي احتياجاتهم، وما كانش عندهم الإمكانيات اللي تخليهم يزرعوا محاصيل متنوعة وكتير، فكانوا بيعتمدوا على إيه بقى؟ على زراعة البطاطس. هنبتدي نجمع القصة اهو. البطاطس بقى كانت هي المصدر الغذائي الأول للشعب الأيرلندي وقتها. عارف ده معناه إيه؟ معناه إنك كبلد بتعتمد على نوع واحد بس من المحاصيل في التغذية، إن لو حصل أي مشكلة أو أي آفة للمحصول أنت كده في كارثة. وبالفعل هو ده بالظبط اللي حصل. في خريف سنة 1845 يتصاب محصول البطاطس في أيرلندا بآفة غريبة على البلد اسمها اللفحة المتأخرة. طبعا وقتها بقى حكومة بريطانيا عملت نفسها من بنها، والحكومة وملاك الأراضي من المستوطنين الإنجليز عمالين يزرعوا محاصيل تانية ويروحوا يبعتوها لإنجلترا، وسايبين الشعب الغلبان ده بشوية البطاطس الفزة بتاعتهم، ولا كأن في مجاعة وإن الشعب أولى بالمحاصيل دي. يعني من الآخر كده نقدر نقول إن بريطانيا وحكومتها هم السبب الأول والأخير في موضوع المجاعة دي بالذات. ده حتى إن الكاتب والسياسي الأيرلندي جون ميتشل ألف كتابه فتح أيرلندا الأخير جملة مشهورة جدا وفضلت محفورة في عقول الناس: لقد أرسل الله الآفة الزراعية وصنع الإنجليز المجاعة. معلومة على السريع بقى كده، لما حصلت المجاعة دي السلطان العثماني عبد المجيد الأول بعت سفن من الأسطول البحري العثماني بمساعدات علشان يساعد الشعب الأيرلندي، بس بريطانيا بنفسها كانت بتحارب المساعدات دي علشان ما توصلش. مش بيفكرك بحاجة الكلام ده؟ طيب انا ليه بحكي لك الكلام ده كله؟ من بعد مجاعة البطاطس بقى والاحداث في ايرلندا خدت منحنى مختلف تماما، وكأن المجاعة دي كانت الشرارة لبداية المقاومة والنضال ضد المحتل البريطاني. وفي سنة 1848 وفي ظل المجاعة حصلت ما يعرف بثورة شباب ايرلندا. مجموعة من الشباب الايرلندي زي ويليام سميث اوبراين وتوماس فرانسيس اتأثروا بالثورات اللي حصلت في اوروبا السنة دي، وقرروا ان هم يعملوا تمرد ويكونوا ما يشبه العصابات المسلحة. لكن يفشل التمرد ده بسبب قلة الامكانيات وحال البلد وقت المجاعة وبرضه نفوذ بريطانيا وقتها. وبعد 10 سنين وبالتحديد سنة 1858 واحد كده اسمه جيمس ستيفنز أسس جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلنديين. هي اسمها كده ما تستغربش. وتأسس معاهم حاجة كده اسمها أخوية الفينيان في الولايات المتحدة. الجماعة دي كان هدفها الوحيد إنها تعمل جمهورية أيرلندا المستقلة، وبدأ التخطيط للموضوع ده سنة 1865 عن طريق إن هم يجمعوا فلوس وسلاح وإن هم يجذبوا المحاربين القدامى علشان يكونوا جيش التمرد اللي ان شاء الله يحررهم من بريطانيا. وفي سنة 1865 بدأ التمرد الفعلي، لكن وبسبب سوء التنظيم والامكانيات يفشل التمرد تاني. لكن المختلف المرة دي ان المتمردين كانوا بيعملوا عمليات خارج حدود ايرلندا، زي التفجير اللي حصل في لندن والهجوم على عربية ترحيلات اللي حصلت في مانشستر. وفي مطلع القرن العشرين وتحديدا سنة 1916 حصلت حاجة مهمة جدا. مجموعة من الثوار بقيادة باتريك بيريت وجيمس كونولي استغلوا انشغال الحكومة البريطانية بعيد الفصح في العاصمة دبلن وعملوا تمرد مسلح ضدهم. المرة دي بقى كان الموضوع مطور ومنظم عن قبل كده، لأن الثوار وقتها استولوا على مقرات مهمة وحساسة في العاصمة وأعلنوا قيام جمهورية أيرلندا المستقلة عن بريطانيا. وهناك دارت معارك شرسة بين الثوار والجيش البريطاني واستمرت لأسبوع، وراح ضحيتها ناس كتير أغلبهم كان المدنيين، وده طبعا بسبب قصف الجيش البريطاني بالمدافع والأسلحة الثقيلة على المباني اللي بيحارب
منها الثوار، واللي طبعا في الحاله دي لا هتفرق ما بين مدني ولا عسكري. المهم بعد اسبوع من الحرب تم اخماد التمرد ده، واتعدم عدد من زعماء التمرد، واتحبس كتير من مؤيدين الجيش الجمهوري. الناس يسكتوا على كده بقى؟ لا، بعد 4 سنين من الثوره يحصل شكل جديد من المقاومه، ويحصل اول اضراب جماعي للسجناء من الجمهوريين الثوار في احد السجون. وقتها الناس كانت بتتجمع حوالين السجن بشكل سلمي علشان يعلنوا دعمهم ليهم، ومن هنا الراي العالمي بقى يتابع اللي بيحصل هناك وينقل اخبارهم. وبعد الضغط المستمر على بريطانيا يتم الافراج عن السجناء دول، وبعدها يستمر التمرد في وش بريطانيا. عمال سكك الحديد والتجار يعلنوا الاضراب والامتناع عن دفع الضرائب لحكومه بريطانيا، وبدل كده كانوا بيروحوا يدفعوها للجيش الجمهوري الايرلندي. بريطانيا تسكت بقى وتقف تتفرج على الكلام ده؟ لا طبعا. وقتها رئيس الوزراء الانجليزي تشرشل يعين الجنرال هيو تيودور، واللي كان معروف بانه واحد من اكتر الجنرالات قسوه في الجيش البريطاني، وكان الهدف من تعيينه هو ضبط الشارع الايرلندي من تاني ومنع التمردات والتظاهرات. وبالفعل الراجل ما كدبش خبر، وعمل حاله من التضييق الشديد على الناس وفرض حصار امني عليهم، واللي تسبب في قتل عدد كبير من الناس. في المقابل كان الجيش الجمهوري قرر ان هو يصعد الامور اكتر واكتر، وبدات مجموعات منهم تسيب المدن والبلاد اللي هم بيسكنوها ويروحوا يقعدوا في جبال ومناطق بعيده جدا، وده علشان يعملوا كمائن على الطرق اللي بيعدي منها الجيش البريطاني. واستمرت حرب العصابات دي ما بين الثوار والجيش البريطاني لفتره، وفي ظل الحرب يتم القبض على الشاعر والسياسي الايرلندي ترينس ماكسويني، وده بتهمه التحريض على العصيان المسلح. لكن الراجل ده بعد ما تم الحكم عليه يعلن اضرابه عن الطعام، وتتحول قضيته لقضيه عالميه بيتابعها كتير من الناس حوالين العالم. وكان اضرابه عن الطعام بيهز صورة بريطانيا عالميا بشكل كبير، لكن ولا كان فارق معاهم حاجة. وبعد 74 يوم من الاضراب ومتابعة العالم كله لحالته يتوفى ماكسويني، ويتم تشريع جنازته في مشهد ملحمي شافه العالم كله. وده سبب في ظهور حالة من التعاطف العالمي لقضية ايرلندا حتى من الانجليز نفسهم، وبقت قضية عالمية بيتابعها ناس كتير في العالم. وصور التدمير والقتل اللي بيحصل هناك بقت دعاية مضادة ضد حكومة بريطانيا، وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع استمرار الضغط العالمي وحالة التمرد وحرب العصابات يوصل الجيش البريطاني والجيش الجمهوري لهدنة في 15 يوليو سنة 1921، وتوصل الحرب للنهاية أخيرا ويتم عمل معاهدة سلام مع أيرلندا كان من خلالها اعترفت بريطانيا ب 26 مقاطعة أيرلندية يكونوا جمهورية أيرلندا. بس في المقابل هيبقى فيه 6 مقاطعات في الجزيرة هيستمروا تحت الحكم البريطاني. في القصة دي شفنا وجه الشبه ما بين ايرلندا وفلسطين، وبرضه وجه الشبه ما بين المحتل سواء هنا او هنا. انا عارف ان هي كانت قصة طويلة ومتشابكة، بس انا حبيت اسلط الضوء على بريطانيا واللي كانت بتعمله في العالم، واللي هي السبب برضه في احتلال فلسطين وتسليمها لليهود يخربوا فيها. واحنا هنا وصلنا للنهاية، واقدر اقول بس كده. ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير وتسيب لنا كومنت كده بتدعمنا فيه، وتقول لنا نفسك تشوف حلقات ايه جاية. وعلى فكرة كان معاكم مصطفى محمود، واشوفكم في حلقات جاية. سلام.